مساء الخير ومساء النور على كل مشاهدينا الكرام. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم قناة الياس لايف. عام سعيد وهابي نيو يير. مرحبا بكم. راح رجع الياس الجزائري للأخبار الفنية وانتقاد الفنانين، ولكن للصراحة ما كنتش حاب نولي بهذا الخبر اللي مش مليح، واللي هو الإشاعات المتداولة على ملكة جمال التراث الإفريقي الجزائرية وحيدة قروش. كما راكم تشوفوا في العنوان وفي الصورة المصغرة، تم إلقاء القبض والتحفظ على ملكة جمال التراث الإفريقي وحيدة قروج بسبب التجارة في المخدرات، وزوجها المدعو أنيس آه، في حالة فرار. المهم، كما يعني كاع ما هو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن وحيدة قروج ليلة رأس السنة، يعني في آخر يوم 31 ديسمبر 2022 تم إلقاء القبض عليها من قبل فرقة مكافحة المخدرات في بيتها. وكيف يقول أنهم لقاو كمية معتبرة من المخدرات في دارها. هي تم إلقاء القبض عليها ورجلها ما كانش في الدار، راه في حالة فرار. هذه يعني أخبار إشاعات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين عفوا بين الصفحات، الصفحة الفلانية والصفحة الفلانية، ولكن ولا جهة رسمية خرجت صرحت هذه الأمور. مثلا كما الجهات الرسمية، مثلا أختها أو أمها أو أحد أقاربها أو المحامي الخاص بها أو مدير أعمالها أو الجهات الأمنية الجزائرية اللي رايحين يعطيو يعني الخبر الصحيح للقنوات الجزائرية، وإن شاء الله يعني ينقلوا الخبر صحيح بدون أي تضخيمات. أنا شفت واش نقول لكم، يعني أنا هاد الإنسان حسب معرفة إنسانية، يعني بنت فاميليا عليها، ويلا كاين كيما الناس اللي تقول راه راجلها هو اللي تاجر، هي راح تغلط. انا ما راح نصرح ب ولا اي شيء، انا فقط راح نقول شده وتزول وربي يطلق سراحها. شفنا يعني ديجا قضيه قبل ان تاع نومي ديال الزول ريفكا، في الاخير خرجوا براءه، وبعد 6 شهور خرجوا، وها اللي كمل حياته كملها، ها اللي راه مازالها. يعني هذوك الجمهور المنتقد ويستشفى في الموت ويستشفى في الحبس ويستشفى في اي حاجه في المرض، ربح غير العيب وربح الذنوب مع ربي سبحانه. الناس خرجوا راهم عايشين في حياتهم كيما ريفكا عاش حياته آم، راح للقطار، حضر ربحت غير دعاوي الشر وربحت الذنوب مع ربي سبحانه. لذلك دوكا هذه الولية راهي صغيرة في عمرها غير 28 سنة، وراهي وراهي ابنة، يعني هي اللي كانت تقوم بخوها راه في السجن. تاني هو بتهمة السرقة يعني مظلوم. ثانيتها هي اللي تقوم بأمها المريضة، عندها رضيع 4 شهور وعندها بنت. يعني كاع هاد الصوالح حتى ولو كانت ظالمة، أكيد اللي ظالم يخلص، ولكن احنا ما نقولوش ما نستشفوش بهذيك الطريقة. الشح فيها كانت تزوخ علينا، كانت كذا، لا كانت عايشة حياتها وفقط. الناس اللي تقول دوكا إلى صح رجلها راه في حالة فرار وراه هربان، اسم تاجر. دوكا حسب كلمة تحفظ، يعني في القانون الجزائري هي تحفظوا عليها، يعني يعتقلوها باش يستجوبوها، باش يديو اقوالها، باش راجلها زعما يقول سوا ديزون الى راه راجل، يقول زعما مادام مرتي ووليدي، باسكو كاين اخبار حتى تقول انه بما انه وليدها رضيع، يعني الاطفال اللي تحت من عامين كي تسجن الام يسجن هذاك الولد معها، باش يعني ترضعه وتقوم به حتى يلحق عامين ويخرجوه. وهذه الحالة أيضا يعني المرأة كي تولد داخل السجن غير يلحق وليدها عامين ولا بنتها عامين يخرجوه، يعني غير على وجه غير على جال وجه هذوك الملكة ما نستشفاوش. خويا ما تحبش تدعي لها بالرحمة، العفو العفو ربي يطول في عمرها. ما تحبش وتدعو ربي يفرج عليها وتقولوا جدة وتزول، تكلموا جميلا او تجاملوا بالسكوت. سكتوا على بالكم بلي لاباج تاعها قبل ما يلقوا القبض عليها كانت 700 نكا. غير تداول كيما قلت لكم، غير تداول خبر اعتقالها راهي من 700 حتى 700 زادوا من 8000 متابع. هادوك غير على جلطة قرعيش اللي يعني زادوا ابونوها كدعم ليها معليش، ولكن غير هادوك اللي راحوا يقرعجوا يابونيها ويستشفى فيها. ما على باليش واش نقول لكم، الدنيا دور. انا يعني حضرت الناس استشفاو
وخلصوا وراهم يخلصوا. لا هيك انت دوك تقول معليش هي طغات نورمال نكتب لها، انت تبان لك نورمال وتعيش جونفيي مليح، تعيش فيفري مليح، مارس مليح، افريل ما تعرفش واش ربي مخبي لك الايام ولا السنين. هي وين هي دات لقب ملكة جمال التراث الافريقي في 2019 وفرحت هذاك الوقت، وغير كيما دارت اكبر مهرجان في الجزائر، وين كانت على بالها واش مخبي لها ربي، كانت عايشة حياتها ما شاء الله. لذلك انتم تاني اللي عايشين حياتكم، وواحد منكم انا عايش حياتي وما شاء الله بين عيلتي، ما ادراني ماذا يخبئ لنا الله. وديجا ما نقولوش ماذا يخبئ، ماذا كتب لنا الله، باسكو اللي مكتوب في الجبين ما تنحيه اليدين. وحنا كي نولدو كل واش يصرى في حياتنا مكتوب من عند ربي قبل ما نولدو. لذلك دوك حنا ما على بالناش واش راه مكتب لنا في هذه الدنيا، نقول لكم برك ما تستشفاوش. وهذه هي، رانا وصلنا لنهايه الفيديو، وبهذا الفيديو راني رجعت. بالنسبه لقناه الياس الجزائري اوفيسيال يعني راح نولي ننشر فيها، وراح نرجع لكم كما قلت لكم العوده بقوه العوده بقوه. برك مانيش نصور في الدار، راني نصور هنا في المزرعه باسكو عندنا لي طرافو في الدار مازال ما كملوش. هذوك هما يعني سبب رئيسي اللي خلاني غايب، من ضمن الاسباب، يعني الاسباب قويه والنتيجه واحده. لذلك قلت اليوم بما انه خبر هذا لازم اني نروح نوقف مع اختي اللي استقبلتني، اللي رحبت بيا، اللي قيمتني، اللي دارت لي بزاف صوالح ناس واحد اخرين ما داروهم ليش. ومالغري هي يعني ما تعرفني ما نعرفها، فقط هكذا عن بعيد، ولكن كانت متواضعه ودارت لي بزاف صوالح. من واجبي اني نوقف معها. انا نقول لكم ظالمه ولا مظلومه راني معاها، في وجهها، في وجه ولادها، في وجه يمها. وشدوا وتزولوا، ربي يطلق سراحها في اقرب الاجال ان شاء الله يا رب. والى اللقاء، نتلاقاو في فيديو جديد ومواضيع جديده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.